يا ترى الطب الشرعي قال ايه في قضية هتك عرض الطفل ياسين اللي تم الاعتداء عليه من احد المراقبين الماليين في احدى المدارس في البحيرة؟ طبعا احنا زي ما قلت لحضراتكم تابعنا في خلال الايام اللي فاتت القضية بتاعة الطفل ياسين اللي تم هتك عرضه من احد المراقبين الماليين، واللي جات بعد كده تقرير الطب الشرعي اللي اتكلم في بعض التفاصيل المهمة اللي هشرحها لحضراتكم خلال الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه ده. واولها ان مفيش اصابات حديثة بتقول ان هو تم الاعتداء عليه بشكل مباشر في فترة قريبة، ولكن التقرير اتكلم ان فتحة الشرج للطفل متسعة 1 سنتي. طيب، التقرير قال ان فتحة الشرج متسعة 1 سنتي، ويمكن اكتشاف ده بشكل واضح في حال ان الطفل بياخد وضع السجود، ان هو سجد على الارض فبيبان فتحة الشرج ان هي مفتوحة 1 سنتي. طبعا الطب الشرعي ارجع مشكلة اتساع فتحة الشرج لأسباب عديدة، يمكن من ضمنها طبقا للي جه في التقرير ان بعض الامراض مثل الانيميا او الهزال او الكلام ده كله. وبرضو التقرير ما استبعدش ان يكون في محاولة علاج او ادخال عضو او جسم داخل دبر الطفل ده في خلال الايام اللي فاتت نظرا لاتساع قطر فتحة الشرج. طبعا الطب الشرعي قال ان هيسيب التأكد او التحقق من اعتداء الطفل او اعتداء الشخص ده على الطفل من عدمه ل جهات التحقيق، هي اللي هتعرف توصل وتحقق ل اذا كان الشخص ده اعتدى عليه او ما اعتداش، بالاضافه لاقوال الطفل اللي اتخذت والشهود والواقعه زي ما حضرتكم عارفينها كلها. ولكن انا ان شاء الله باذن الله كل يقين ان شاء الله باذن الله ان قضاء مصر العادل ان شاء الله هيجيب جزاء اوفى للشخص اللي ارتكب البشاعة والفظاعة والحاجة الواحد فعلا مش لاقي لها وصف في هذا الطفل الصغير الذي هو في عمر الظهور وهو اصلا ما طلعش للدنيا. طبعا والله العظيم انا مقدر جدا والواحد حزين جدا على شعور اهله وعلى شعور الطفل، غير ان مستقبل الطفل اصلا اتدمر، حتى لما يكبر هيبقى عنده كلاكيع وعقد نفسية من كل حاجة بسبب اللي هو شافه. ولكن يا جماعة هرجع واقول لحضراتكم تاني وتالت ورابع، بالله عليكم يا جماعة خلوا بالكم من ولادكم وخلوا بالكم منهم واسألوهم انتوا بتعملوا ايه وبتسووا ايه ومين كلمكم النهارده حد تنمر عليكم، لان الطفل ممكن يكون يا جماعة معرض لأي أذى او اي ضغط نفسي او عصبي او تنمر او حد بيتعدى عليه باي شكل من الاشكال حتى لو مش جنسيا، وهو مش عارف يتكلم لانه هو خايف او مرعوب او مهدد من قبل الشخص اللي بيمارس عليه الافعال دي. فيا جماعة يا ريت نخلي بالنا من عيالنا وربنا يسترها علينا جميعا. فولو ولايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.